سبحان الله، المرة الوحيدة اللي يبقى فيها رئيس نادي الزمالك راضي عن حد ويسيبه يشتغل في حاله. يعني مرة كده الاقي رئيس نادي الزمالك هادي على شخص وسايبه على مدار سنتين اهو وما بيتدخلش في شغله. ويشاء يا اخي السميع العليم ان الشخص ده في اول يعني ما يحس ان الدنيا مش ماشية معاه مظبوط هو اللي دماغه تفتح منه. فيريرا بيعمل نتائج عاديه، يعني نتائج تحس ان هي ملخبطه مش عكس الموسم اللي فات. فبدأ تحس ان دماغه معرفش بتفتح. الراجل اللي تعادل خسر من اسوان، فبدل ما اطلع عندنا المشكله واشوف الاخطاء الفنيه واشوف اللعيب اللي قصر واكلم اللعيبه ان انتوا ما جيتوش الماتش، ان فعلا الجمهور ده كان يستحق منكم اداء رجولي، نفوجئ ان فيريرا ساب الملعب كله وساب لعيبته وراح للكابتن ايمن الرمادي بيقول له ايه، يا ريت بقى كابتن ايمن تلعب كده قصاد النادي الاهلي وتكمل الله. انت مالك يا حبيبي؟ يا حبيبي ان لو انا مدير والله انا لو مكان ايمن الرمادي لو كنت مسكتك وحطيتك كده على الدكه وقعدتك انا مش عارف انا كنت عامل معاك ايه. يعني انت مالك يا ابني؟ يا حبيبي احنا الموسم اللي فات كنا طالعين بيك السما بنقول ان انت البروفيسور وارجعوا تاني عشان ما حدش يقول ان انا اهلاوي ومتعصب والكلام. ارجع تاني الفيديوهات القديمه هتلاقيني بقول ان فيريرا من اعظم المدربين اللي مسكت نادي الزمالك. لكن انت باين عليك كبرت وبتخرف. ما هو حته ان انا اروح اكلم مدير فني، العالم كله بنشوف ان المدرب ده بيكسب بيروح يسلم على ده خلاص بيخش على اوضه اللبس. عشان ما اطولش في الموضوع ده، فيريرا بدأ دماغه تفتح منه. واكبر دليل على كلامي ان الكابتن اسامه نبيه قايم من على الدكه بيدي تعليمات للعيبه بيقول له اقعد انت. لا يا عم انت مش ديكتاتور، ده احنا اساسا او جمهور نادي الزمالك بيعاني من الديكتاتور. فانت جاي كمان لا الموضوع لازم تفوق، لازم تعالج اخطائك. يعني عشان مش هينفع الموضوع كده. انت بدأت ترمي اخطائك على التحكيم شويه وعلى الانديه التانيه شويه وعلى المدربين شويه، ده مش مفهوم. يعني خد عندك دي بقى، كابتن طارق يحيى طالع على قناه الزمالك بيهاجم فيريرا وبيقول لك ايه، انا هقول الصراحه وما يهمنيش وان شاء الله يكون اخر حلقه ليا. قال يعني الكابتن طارق يحيى مش طالع يتكلم كده عديها خلاص. ما احنا عارفين ان انت يا كابتن طارق الموضوع كله ماشي عندك تعليمات شغال بيها، ولكن فيريرا هو السبب. هو كابتن طارق يحيى بيقول لك ان فيريرا بدأ يبقى احنا النادي ده بتاعنا وما ينفعش يتحكم بالاسلوب ده والكلام ده كله، ولكن فيريرا انت السبب. والزمالك السنه دي خدها مني انا بقى والله العظيم مش بقول كده عشان حاجه، الزمالك السنه دي مش هياخد دوري. كابتن احمد حسام ميدو قال الزمالك هياخد الدوري قبليها بكام اسبوع. انا بقول لك الزمالك مش هيشوف دوري، لان فيريرا هيدي فرصه لرئيس نادي الزمالك ان هو يشيله. ده احنا كنا ما صدقنا لصمنا الراجل وسكتناه على المدير الفني. بدأ فيريرا يلوش، فبدأت بقى الآلة الإعلامية تشتغل على فيريرا عشان هو اللي ادى فرصة الوضع يبقى كده. لكن انا هاجي اقول لك برضو ان وجود فيريرا حتى لو النتائج سلبية، حتى لو النتائج مش ايجابية، وجوده في نادي الزمالك مهم جدا جدا جدا. وحابب اوجه رسالة لكل جمهور الزمالك، مساندة المدير الفني واللاعبين زي ما انتم ماشيين مفيش مشكله. الزمالك نتائجه مهزوزه، لو الدعم فضل شغال ما الزمالك هيفضل زي ما هو. لكن احنا مش عايزين برضو نخش في دوامه مدير فني في مدير فني في مدير فني، تلاقي الموضوع ما بقاش في موسم الدوري بس. انا يهمني ان الاهلي ياخد الدوري، لكن احنا عايزين برضو الزمالك يكون متواجد في افريقيا بشكل شرس، لان باذن الله الزمالك طول ما متواجد في افريقيا بشكل كويس منتخب مصر هيبقى شكله كويس. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.